السلام عليكم. بقول لك يا صاحبي، انا مش من البلد، انت من البلد من هنا؟ تمام. طب بقول لك إيه، انا جاي اخطب واحده من عندكم من البلد. ايوه بنت الحاج محمد الليمبي، ايه رايك فيها؟ والله يا صاحبي، نصيحة من اخ. اه. بلاش. طب ليه يعني؟ ما بنحبش نتكلم معاك الناس، بس بلاش. شايف كده يعني؟ ماشي يا صاحبي. حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. حاج غالي اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه يابا، امورنا غالي. انت من البلد مننا طبعا. اه طب عارف انت الحاج محمد الليمبي؟ عارف. انت كنت جاي اخطب بنته. اسراء الصغيره دي. اه. انت منين يا حبيبي؟ انا من الشرقيه يابا. مين اللي قال لك عليها طيب؟ والله انا في ناس من عندنا يعني ايه لهم معرفه هنا، فهم قالوا لي عليها فانا جيت اسال. بس يا ابني يعني نصيحه من اخ. اه. يعني هم ناس كويسين من كل حاجه، بس البت يعني مش مظبوطه قوي. مالها يعني يا حاج؟ يعني مش كويس، يعني بتخرج كتير وتلف كتير وكده. يعني انت مش- رايك ايه في الموضوع طيب؟ بص مش بتاعه بيت بقى وتشيل مسؤوليه وكلام من ده، متدلعين شويه. تمام. مش البنات اللي تعيش وكده. ماشي نصيحه يا ابني يعني بلاش. ماشي. بس حضرتك يا ابني. السلام عليكم. السلام عليكم. بقول لك السلام عليكم. ايه؟ السلام عليكم. ايه يا ابني مالك؟ لا اله الا الله، في ايه؟ ايوه. مالك في ايه؟ خلاص يابا. مالك قاعد زعلان كده ليه؟ بقول لك السلام عليكم يا عم. والله انا جاي من الشرقيه لحد هنا كده، وكنت جاي اخطب واحده من عندكم من البلد، بنت الحاج محمد الليمبي. الحاج محمد الليمبي. كل ما اسال عليها حد يقول لي بلاش البنت دي، البنت دي مش تمام، البنت دي بترجع متاخر. اه. جاي مشوار كبير برضه، فمش عارف اعمل ايه والله. طب انا اقول لك على حاجه. قول انا يا عايزك بس تروح تسال على بنتي، تسال على بنت الحاج اسماعيل. شوف الناس هتقول لك ايه. بنت الحاج اسماعيل. اه. تمام ماشي. شوف الناس هتقول لك ايه، ولف لفتك وتعالى لي تاني. من عينيا يا حبيبي. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم بقول لك يا صاحبي، ايه؟ انا مش من هنا، من الشرقيه. على دماغي، نورنا والله. كنت بس جاي اسال على بنت الشيخ اسماعيل. بنت الشيخ اسماعيل. كنت انا جاي يعني هتقدم لها وكده، انت رايك؟ والله يا صاحبي، هو الجواز ده نصيب وكل حاجة. ويعني الواحد مش عايز يتكلم في اعراض ناس وكده، بس وبصراحة أنا بسمع كلام بقى، الله أعلم هل الموضوع ده حقيقي ولا لأ، بس أنا سمعت كذا حوار يعني على البنت دي. فأنت يعني بص، أنت تصلي واستخير ربنا في الموضوع. يمكن اللي الناس بتقوله ده غلط، ويمكن صح، الناس بتقول كلام كتير، بس برضه محدش عارف الحقيقة فين. تمام. فأنت ربنا يصلح حالك وصلي ركعتين كده استخارة، وإن شاء الله اللي في الخير يقدمه ربنا، وممكن يكون كلام الناس غلط. تمام ماشي، الله يصلح حالك. وعليكم السلام. السلام عليكم. كويس اللي لقيتك هنا يا حاج. يا حبيبي بقول لك ايه، عملت ايه؟ انا دلوقتي في حد تاني قابلني. فاهم؟ يعني هو ايه بيشكر لي يعني في حد. ايوه. اللي من الشيخ اسماعيل. ده في اول الشارع ورا ده. هو بيتهم ورا كده. أيوة. انا قابلته عند الارض تحت برضه ورا كده. والله راجل شيخ بس مش مظبوط وعالم متعبه برضه. والبنت برضه مش قد كده، يعني مش حلوه، وفي نفس الوقت برضه يعني ايه، متدلعه برضه كده، مش بتاعه شغل. هو راجل شيخ بس البنت مش مظبوط. هو قاعد يشكر لي فيها ويقول لي بنته وبنته وبنته. لا اسمع مني يا ابني، بلاش البلد ديت مش فيها حد عدل اساسا. يعني ارجع تاني البلد يا حاج؟ لا والله بص، شوف حد يا ابني من قرايبكم، من اهل بلدك احسن لك، ناس كويسين، ناس محترمين، ناس تعرف تناسبهم. بس ماشي. عينك يا ابني. ماشي. مصلحة حضرتك يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو انت بتضحك عليا يا حاج ولا في ايه بالظبط؟ اقعد بس كده ارتاح. انت بتضحك عليا؟ بضحك عليك ازاي بقى؟ قول لي ايه اللي حصل. انا كل ما اسال حد على بنت الشيخ اسماعيل او بنت الحاج اسماعيل، كلهم برضه بيقول لي بلاش البنت دي، بلاش البنت دي، البنت دي مش تمام. هو في ايه بالظبط يا حاج؟ هو انت يا ابني بتمشي ورا كلام الناس؟ شوف يا ابني، انا هقول لك على مفاجاه بقى. فانا ما عنديش بنات ولا حتى متجوز. ازاي يعني؟ امال الكلام اللي انا سمعته ده كله يقول لك بلاش البنت دي وبلاش البنت دي، كان بيتكلموا عن مين؟ ما هو انت لو مشيت ورا كلام الناس مش هتخلص، الناس كلامها معظمه كده. فانت دلوقتي رايح تخطب واحده، هتقعد معاها فتره الخطوبه بتاعتك وليكن سنه او اكتر او اقل، هتعرف مشيها وتعرف عنها كل حاجه. عشان كده اتعملت فتره الخطوبه، واستفتي قلبك في الموضوع ده. يعني انت رايك ايه؟ اكمل المشوار اللي انا جاي يا حاج؟ انا رايي توكل على الله وسيبك من كلام الناس، وانت نفسك هتشوف حالتها لما تقعد معاها. تمام. الف الف شكر يا عم الحاج. اتفضل يا ابني نعمل لك شاي. شكر لله. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه